يا خراب البال انت تعالي. عايز انت ما يجيش من وراك اي مصلحه. بقى انت يجي منك مصلحه يا خراب البال. انا واقف الحال لما نشوف اخرتك. تعال هلا. ايوه حس تعال ارجع حس. اقعد نو. اقعد جاك وقعد. ابو دولة. ايه يا ولا جاي وقعد. تعال يا عبد الغراب كده. تنضرب. هم ما يعرفوش هم مناسبين مين. عليا ما عليا لا ينضرب هو وابنه. ده انا نكسي ونعمل عشي 14 عربيه وعامل فرح وتروح هناك يضربها عشان هي عايز تنزل الشغل. ده هتقبض وتجيب لك يعني تحط في جيبي اني ساهي. عليا ما عليا لا ينضرب هو وابوه. انا روحت من الغيط كنت بروح في شويه الفاصوليا اللي انا زارعهم وروحت لقيت الواد ضارب البت لما عاشينها يا حاج. نهارك اسود البت العروسه. ايوه العروسه يا حاج. ما كملتش اسبوع ولا هنعمل ايه دبلوتي بقى هنعمل ايه يا حاج؟ بنت الحاج ايمن الراجل السكر هذا. هنعمل ايه يا حاج؟ وانا بقى انت قلت ليش بقى انت اللي كنت معرفنا على الحاج ايمن وانت اللي خلصت لنا الجوازه ديت عشان ترد لنا البيت. لا اله الا الله. ده تلاقي الحاج ايمن دلوقتي لا على حامي ولا على بال. وانا ما انا جيت لك انت عشان خاطر تخلص الموال ديت خايف نروح للحاج ايمن لوحدي يتكلم معاي. يعني انت تعمل البلوه انت وابنك. هنعمل ايه بقى؟ الواد ابن 60 كلب ضربها. هنعمل ايه؟ كانت عايزه تروح الشغل ولقيته ضاربها لما مكسرها. خلاص يالا انكتب في قلبك لما نتصل بيه ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. اتصل يا حاج. واوعك تفتح حنكك على اساس ان انت مش معاي. لا يا عم مش فاتح حنكي خالص. مين اللي بريني دي؟ والله ما حد يرن على مصلحنا. ما فاض نبع. السلام عليك حاج ايمن حبيبي. الله يخرب بيتك وبيت شكلك وبيت بقيت معرفتك يا رايل. ايه مالك؟ هو دي النسب اللي انت شابهولي؟ البنت تنضرب في اسبوع فرحها. ايه ده كلام؟ تجيبهولي عليا ما علي. لو تكون جاي انت ولا هو اللي نقطع الشبشب ده على وشك. عارف انت هي ابخل من ديل الكلب. لو عزمتني حتى كنت كلت بطه من البط اللي كانوا بيجيبوه في اسبوع الفرح. يا رخصت بط ايه ولا بط ولا لا. عن ابو شكلك. دخل بط دلوقتي. بالراحه يا سي ايمن يا راجل كل النسب كده. انا فين؟ انا في الغيط يا اخوي. حنكون فين يعني في السرايه؟ اوعى حد منكم يجيني ولا نشوف حد منكم. ده انت عالم صيع. على ابوكم لابو نسبكم مش هتصيع. يمين ينولني دلوقتي ونروح نشوفك يا محمد قطعان وانت بتتروق. ده هيتروق ترويق يا جدعان. الراجل شا يطلع على حامي ولا على بالي. السلام عليكم. الله وبركاته. ايه اللي جابك يا محمد قطعان؟ جيدة. جاي لي وانا قلت لك تعالي انا نسلم على حد. ازيك يا عم الحاج؟ ده حالك يا راجل يا محترم انت. عليه الحل وانت في مطرحي دلوقتي نعمل معاك الغلط. من غلط ولا تقدر تعمل ولا حاجه. بالك يا حاج. انا بعت لك قلت لك تعالى يا حاج. ايوه بلاقي الحاج. انا بعت لك روح للحاج ايمن. عليا ما عليا ما قلت له انا مهزق الحاج في التليفون. يا نهار اخبر يعني ابنك يضرب البيت ويبهدلها ويطلع عيني. هو انا عطيها لك عشان يبهدلها؟ انا ما كنتش عايز الناس بك اصلا. يوم الحاج نمر اللي جه وقال لي الناس دي عندي وعشان كده اديته. بس انا راجل غلطان. يا ريت احنا اديتنا مين؟ انت يعني انت السفينه العزيزه. ده بحلو ده بحلو يا راجل. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده يا حاج محمد؟ انت يعني انا اعطيك فرخه بتدحي ليه كل يوم. ده تعب مين؟ على الطاعه ده احنا كل يوم بنجيبها من الشرع تاني. انت بتعرفش انت مناسبين مين؟ مناسبين مين يا انت يوم جيت قريت فتحه معاه بقيت ترقص وتقول لنا سيبنا الحكومه بقينا جرايد. انتوا شو اتفاقين؟ وانا مش اتفقنا معاك وقلت لك بنتي هتتم في شغلها. انت ماشي يا حاج ماشي بس قلت ساعتها يا عم الحاج ديت مش مريحه في البيت يا حاج. مش جايبه في شغلها. يا حبيبي يا حبيبي يا ابني القرار العظيم. انت حمار ولا ايه؟ لا يا ابوي انت مش جايب. قوم يا عم مش جايب. يلا مش جايبين. مش جايبين. يا عم اهدى بس. يلا مش جايبين يا عم. يلا يلا تعال
والله العظيم لو عشان خاطر الحاج نمت لنخرجكم بالله. انت حاج موسخ هنا يا حول عليا ما علينا نطلقها. طلعك نطلقها. اطلع يا ابني خلينا نشوف الرد عاوز ايه.